السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. النهاردة الفيديو بتاعنا بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن ازاي تذاكر صح. ازاي تذاكر صح هنتكلم عن حوالي 15 نصيحة. 15 هيفتحوا معايا فيديوهات هعملها لكم. الفيديوهات دي هنتكلم عن كل نصيحة منهم بالتفصيل. مثلا في نصيحة من النصايح ان انت تذاكر بالمايند ماب. المايند ماب، ازاي تعمل مايند ماب. اكيد مش هعمل فيديو 40 دقيقة بشرح لك فيه ازاي تذاكر وازاي تعمل مايند ماب، ده غير كمية النصايح التانية. فالفيديو النهاردة هيبقى مجمع النصايح بشكل عام، وهعمل لكم فيديو كده عن كل نصيحة. هما حوالي 5 نصايح لازم يتشرحوا، هعمله لكم فيديو اوعدكم. يلا بينا نبدأ الفيديو. اول نصيحة من النصايح ان انت ما تذاكرش مع حد. ما فيش حد بيذاكر مع حد يا جماعة، هتقعدوا تلقوا ومش هتذاكروا. عايز تذاكر اقعد مع نفسك ذاكر، اجبر نفسك ان هي تذاكر. ليه؟ لان انت هتفيد نفسك محدش هيفيدك. المذاكرة سوا، الكلام هيجيب بعضه، هتنسى، هتتشتت ومش هتذاكر كويس. تاني نصيحة من النصايح معانا انك تقفل تليفونك لو انت مش محتاجه. هتقفله ازاي؟ ايه البرامج اللي انت محتاجها؟ ازاي تليفونك حتى لو انت مسكته ما يفتحش معاك؟ البرامج دي هعمل لكم عنها فيديو كامل، هيبقى ان شاء الله قصير مش طويل عشان ما اخدش وقتكم. شفتوا انا خايفه على وقتكم ازاي. هيبقى فيديو كامل ان شاء الله، هوريكم كذا برنامج بيقفل التليفون، مش هتعرف تستخدمه تاني حرفيا غير لما الوقت يخلص وتخلص كمان اللي عليك. نصيحة رقم 3 انك تستعمل البومودورو تكنيك. ايه هو البومودورو تكنيك؟ البومودورو تكنيك ان انت بتذاكر وبتعمل بريك، تذاكر وبتعمل بريك. ليه؟ مثلا هيمشي ازاي؟ مثلا كأبسط مثال، هتذاكر 45 دقيقة وهتاخد 10 أو 15 راحة. هتذاكر كذا وهتريح في الوقت ده. الخطة دي ان انت مستوى تركيزك أول ما بتذاكر بيبقى عالي. دي فانت لازم تفصل دماغك نهائي عشان تعرف ترجع تاني قوي وبتركيز أعلى. دي هي نظرية البومودورو تكنيك، ان انت بترجع تاني تركيزك بدل ما كان صفر وخلاص قل بترجع تاني تخليه زي ما كان واحسن. نصيحة رقم 4 مرتبطة بنصيحة رقم 3 وهي البريك. احنا قلنا في البومودورو تكنيك ان انت بتذاكر وقت وبتريح في وقت تاني. البريك بقى بين المواد عامة انت لازم تفصل. اقعد على الفيس، اسمع مسلسلك، مثلا مسلسل نص ساعة، مش المسلسل التركي اللي ساعتين ونص. تنويه هام، مسلسل نص ساعة فقط. مش ما تقولش ميس مريم جت قالت لي ذاكر واقعد على التمثيلية، انا قلت نص ساعة فقط. ما علينا. البريك بتاعك لازم تاخده، العب كورة، انزل اعمل رياضة بسرعة واطلع تاني. لازم كده فاصل بين المادة. كل مثلا يعني ابسط حاجة انك تاكل، اعمل اي حاجة تفصل بين المادتين. ومثلا ما تحطش مثلا فيزياء وكيمياء مع بعض في يوم واحد. ده كده عته، انت كده بتقول لمخك افصل يا مخي افصل. لا، لازم تحط مواد كويسة ولازم تعمل بريك كويس. طبعا ما تنسوش لو ما اتفرجتوش على الفيديو بتاع نصايح الثانوية العامة تروحوا، كان منهم 3 نصايح مهمين جدا. 1 ما تذاكرش من اكتر من كتاب. 2 ما تذاكرش مع صحابك. 3 ما تاخدش اكتر من درس في المادة. دول كان من 3 نصايح مهمين كده جدا في الفيديو اللي فات. ما بالك الفيديو اللي فات فيه 20 نصيحة. روح الفيديو اللي فات واسمعه. النصيحة الجاية اللي معانا هو انك تذاكر زي ما قلنا، انك تذاكر في مكان فاضي مفهوش دوشة. انك تذاكر في وقت صح، في وقت الدنيا فيها هادية جدا، زي وقت الفجر. وقت الفجر ده جميل جدا، اهلنا كلهم بيبقوا نايمين، الدنيا كلها هادية، الشارع مفيش يعني في صوت خالص زي ما انتم مش سامعين دلوقتي صوت. ده وقت كويس ان انت تذاكر فيه. بس ما تبقاش وقت عصر والسوق شغال والدنيا شغالة وتقولي هذاكر، الموضوع هيبقى صعب. فذاكر في وقت كويس، وقت يبقى فاضي وفي مكان كمان مناسب. واخد بالك انت ان انا في اول فيديو في السلسله بتاعت الثانويه العامه بتاعت النصايح قلت لك لازم تحط لايك وتعملي سبسكرايب، وانت ما عملتش اللايك والسبسكرايب. يلا انزل اعمل لي لايك وسبسكرايب دلوقتي وكمل معايا الفيديو. بلاش تذاكر برا بيتك. بلاش تذاكر برا بيتك ازاي؟ بلاش مثلا تذاكر في عند صاحبك. كنت بقولك ان انت لازم تذاكر في مكان هادي، فانت بتروح مع صاحبك هتنموا هتتكلموا هتعملوا اي حاجة، تركيزك مش هيبقى كويس. بلاش تذاكر برا بيتك لان انت هتبقى عارف مثلا ايه. كوباية الشاي هتقوم تعملها، كوباية قهوتك هتقوم تعملها، جعت مثلا هتقوم تعمل سندوتش وانت بتذاكر. هتبقى براحتك. مش هتبقى تفكيرك مثلا اللي هو
انا عايزه ادخل الحمام دلوقتي وانا عند صاحبي، هدخل ازاي؟ مكسوف. لا يا جماعه، ذاكروا في بيوتكم، يعني استفيدوا من الوقت اكتر حتى. نصيحة بقى دي مهمة جدا، اسمعني كويس. الدرس دلوقتي انت اخدته او لسه هتاخده مثلا اونلاين، هتقراه مرة كاملة، قراية سريعة بس، مجرد بتعرف ايه الحوار بيتكلم عن ايه الدرس ده، بتشغل عقلك. بعد كده تقراه بالراحة خالص، تبدأ تقرا هنا، تعرف هنا ايه قصده، تعرف ان الجزء ده انت مش فاهمه، مثلا تفتحه يوتيوب او تسأل في المدرس بتاعك، وهكذا. تالت مرة بقى تقرا بمذاكرة، تقرا بحفظ، ولكن حفظ بفهم مش حفظ صم. انت مش، انت نظام جديد، النظام الجديد مش عايزك تبقى حافظ غير وانت فاهم، فاهم كويس قوي كمان. يبقى اقرا اول مرة سريعا تعرف ايه الموضوع، تقرا تاني مرة بتركيز، تالت مرة تقرا بحفظ وفهم. من اهم الحاجات برضو ان انت لازم تلخص كل درس. انت مثلا الفصل مثلا التاني بتاع الاحياء بتاع الهرمونات، الفصل ده فيه مثلا درسين، انت خلصت الدرس الاول، خلصت نص الباب، تقوم عامل ايه؟ تقوم ملخص لي الدرس ده كله في ورقه مثلا وش وظهر. التلخيص ده انت بتجمع كميه كبيره من الورق في ورقه واحده بس، بيديك احساس بالانجاز كده. وكمان في النقطة اللي وراها نقطة المراجعة، ان انت لما تلاقي ان كل مثلا فصل بتلخص في ورقتين، انت لو عندك مثلا 5 فصول، انت عندك 10 ورقات في 5 فصول بس. انت كده معلم، انت كده المراجعة عندك هتبقى سريعة، هتعرف حتى تصورهم بالتليفون وتقراهم في اي وقت. بجد هيتنفعك جدا. طبعا احنا قلنا لازم نراجع، ولازم المراجعة الدورية. هنستخدم في المراجعة الدورية دي حاجتين، اول حاجة التلخيص اللي احنا عملناه، بحيث مثلا ان الباب هيتلخص معاك في يعني الفصل كله هيتلخص معاك في ورقتين. هنستخدم التلخيص، وهنستخدم حاجة تانية اسمها المايند ماب. المايند ماب دي عبارة عن خريطة بتكتب فيها يعني رسومات معينة وكلمات معينة باختصارات معينة. هعمل لكم عنها فيديو. عندنا في الكلية مادة اسمها ثقافة بصرية. الثقافة البصرية دي نفس مبدأ كده، العين بتاكل قبل البق. بتعرفك ازاي تلخص، وازاي ده عندي انا في الكلية، ازاي تلخص وازاي تعمل خريطة كويسة جدا وتنفعك. هستغل بقى المادة دي ان انا اعمل لكم فيديو ازاي تعملوا مايند ماب كويسة. بس كده انا كده خلصت الفيديو بتاع ازاي تذاكر صح. طبعا ما تنسوش الفيديو بتاع جدول المذاكرة، ازاي هتقسم ال7 ايام بتوعك، وازاي تطبق فيهم كل النصايح ال15 اللي انا قلتهم، وكمان تطبق ال20 نصيحة بتوع الفيديو الاولاني بتوع النصايح الثانوية العامة عامة. اعملوا لي لايك، واعملوا لي كومنت وسبسكرايب، واعملوا لي كومنت ايه المادة اللي انتوا عايزين فيها اتكلم فيها، في اي حاجه، او حاجه واقعه منكم في اي ماده ارشح لكم حاجه فيها او اساعدكم فيها. اعملوا لي كومنت بالفيديوهات اللي انتوا عايزيني اصورها لكم. اعملوا لي كومنت وقولوا لي ايه حاجه مضايقاكم في الفيديو، حاجه عايزين تضيفوها. بس كده انا خلصت. انت رايح فين؟ انزل اعمل سبسكرايب دلوقتي، عشان احنا عملنا سلسله جديده اسمها نصايح الثانويه العامه، والفيديو ده من السلسله دي. اصلا عملنا اول فيديو بتاعت نصايح الثانويه العامه، كانت 20 نصيحه كامله، كانت متقسمه 10 و10. مش هحكي لك بالتفاصيل، انزل شوفهم. وعملنا دلوقتي الفيديو ده بتاع ازاي تذاكر صح. السلسله دي هتبقى عباره عن حوالي 15 فيديو، هنلم لك حرفيا الثانويه العامه بزتونه. الفيديوهات دي هتخليك تطلع الأول على مدرستك، الأول على إدارتك، والأول على محافظتك، ويمكن الأول على الجمهورية. طبعا معايا الفيديوهات، هنزلوا اعملوا سبسكرايب عشان الفيديوهات دي كلها تجيلكم. بس كده، باي باي.